الطبيعي. يعني المجتمع الايكولوجي الحالي مثل واقعنا هسه صار يعني مثل الادويه، يعني صحيح اليومنا هذا انه لسه نستخدم الطبيعه، بس خلص يعني في ناس تعتمد على الادويه مثلا، بس لا نحاول نتقرب من الاعشاب. بس مثل الادويه بها يعني مواد كيماويه، عفوا مثلا اعراض جانبيه يكون بالادويه. لحالهم ايش تعمل هالمرأة هاي لما تضل لحالها؟ تطلع على البرية، تجمع الأعشاب، تجمع الحطب، تجمع مشان تسوي أكل مثل يقول لأطفالها. فكانت حياة المرأة إيكولوجية المرأة بهالطريقة هاي. الرجل يرجع بعد 3 شهور أو 4 شهور. طبعا ما كان يعرف الرجل انه مثل ما يقول لما المرأة تحمل انه هذا الطفل هو إله ولا لا، خلص هي حملت وانتهى الموضوع، ينتسب الطفل للمرأة مو للرجل. هاي بمعنى تجي بمعنى الإيكولوجية سواء بالماضي لبين ما وصلنا لوقتنا الحالي. وقتنا الحالي تغير هلا كل شيء. هلا المرأة تعرف شو إلها شو عليها. المرأة وصلت للشيء اللي هي مثل ما يقول أغلب الشيء اللي هي بدها إياه. يعني مثلا هلا مثل وجودكم هون، يعني هاي أحد الإيكولوجيات طبيعة المرأة. يعني هلا لو أنت ما بدك، ما بإمكانك، ما وصلتي للمكان اللي أنت وصلتي له. نفسيتك هي اللي رادت انه هالامر هذا. من خلال هالشيء هذا انتم وجدتوا حاليا هون. يعني هذا بالمجمل. الدورة صار لنا فاتحينها شيء تقريبا اسبوع. الدورة مدتها 20 يوم. الدورة هاي فيها اكثر من شيء بالنسبة للشعب. اول شغلة هي الدورة اسعافات اولية، ودورة بنفس الوقت مجال الطب الطبيعي، وفي دروس توعية وفكر بالنسبة لدورتنا. هاي البرنامج تبع الدورة. بالنسبة للهدف من الدورة هو توعية الشعب، نساء قبل اي شيء يعني. وبنفس الوقت انه هادفين نحن بدورتنا هاي انه النساء يكون عندها خبره كثير. المراه بحاجه مثلا بالبيت لانه تتعلم تضرب طفلها مثلا الابره، بحاجه انه تتعلم اذا صار اي شيء معها مجال الطب الطبيعي تحاول تخفض الحراره بطريقه المجال الطب الطبيعي. نجي على بقيه المحاضرات الفكر مثل زواج القاصرات. عندنا نحن ملاحظين انه الزواج حاليا كثير يعني باعمار صغيره، فمشان توعيه بالنسبه للنساء انه شو تاثيره بالنسبه للطفل لما عم تتزوج بعمر صغير. بعدين في عنا بعض المحاضرات الثانية الهادفة انه نعرف سياسة الصحة شو هي، لشو بتهدف الصحة اللي نحن فيها. نحن الصحة تبعتنا هي توعية ومحاضرات، وبنفس الوقت مجال اسعافات اولية. الأهمية بالنسبة للمرأة أنه تعرف تاريخها. نحن شفنا سابقا كانوا بالكلان، وشفنا سابقا العيشة بعدين لما تطورت، وشلون كان في شامان اللي أخذ يعني مخترعات المرأة اللي صارت كلياتها تقريبا 125 اختراع، هاي كلياتها نسبة لنفسه. فهاي الأمور كلياتها مع الأيام تطورت، والمرأة أثبتت وجودها وأثبتت نفسها، فصاروا طبيبات وصاروا مهندسات وصاروا دكتورات. يعني هذا كلياته من التاريخ القديم للتاريخ الحالي، والمرأة هي عم تكافح وتناضل لوصلت للشيء اللي حاليا وصلت له. نحن خاصة هون منطقتنا اللي نحن فيها هي مليانة بالنسبة للأعشاب. يعني مثل هلا عنا الزعتر البري مفيد جدا بالنسبة للربو، مفيد جدا بالنسبة للقصبات، يعني كثير له فعالية أفضل من أي دواء. بنيجي عنا النعناع البري كمان هو موسع، يعني موسع كمان، موسع قصبي، في كمان نزلات البرد للزكام. عنا البابونج نفس الشيء، هو مهدئ خافض للحرارة. في عنا كمان عشبة الشيح اللي هي يعني كثير يعني مشهوره بمناطق قروج آفا، واللي هي بتعمل على تخفيض السكر بالدم يعني بنسبه عاليه وكبيره جدا، ومانعه للالتهابات، مقاومه يعني للالتهابات. يعني فمنطقتنا غنيه بالاعشاب. نحن لو عملنا بحث عن كل عشبه نحن بغنى عن الادويه اللي تحتوي على مواد كيماويه. يعني هي الفكره والهدف بالنسبه ل يعني دورتنا. رغم هيك نحن لا غنى، يعني بنكمل بعض، لانه الدكاتره اللي درسوا والصيادله اللي درسوا كمان عندهم يعني علم وفكر كمان هادف. احيانا الانسان بيكون بحاله عاجله ما بامكانه يطبق مثلا الوصفه، فيعني بيستسهل مباشره بروح الصيدليه وبجيب الدواء وبجي بيعطيها لطفله. دوره كثير مهمه بالنسبه لنا كنساء، دوره الشهيد هوجر. بحب اتشكر المعنيين والقائمين على هاي الدورة. بالفعل استفدنا نحن منها كعنصر نسائي نمبر 1 يعني بالأول، في أمور كثيرة طرحت بهاي
الدورة مهمة وصحية بالنسبة لنا كأمهات، كموظفات، كدورات أولية توعوية. في منا من دروس طب الأعشاب. حسينا بقيمتنا كمرأة، إن دور فعال بالعمل بالمنزل جنب الجانب إلى الرجل. تعلمنا بعض المحاضرات إنه المرأة قوية، فيها تنسق وقتها بين دوامها وبيتها وأولوياتها، تكون عضو فعال. بتشكر يعني القائمين على هيك دورات توعوية، وأتمنى أنه دائما هيك يعني كل سنة تكون في دورات، لأن كنساء يعني بصراحة بهي المراحل الصعبة لازمنا توعوية بخصوص البيئة، بخصوص دور المرأة الموظفة. فأتشكركم كتير ويعطيكم ألف عافية. راستي أب دورة بناوي شهيد هوجر آمد مذكر براستي جي چما مذكر يعني الفيتاخي بخواه كدو أمكاوي برد فيتاخي دهبو آلانيا عزيزية صالحية يعني پر كدو أمك جبو ملت كربو جبو اندام خوين غازي كربو بخواه جي أو جي بربسياري فدرسوني غازي آي گشتي بو يعني پر گريداي ام بيجن ملت بو ملت پر گريداي بو يعني پر دخواش جبو ملت جي بكم لی بدست إخانته يعني تقماني تشبو جها استا شهادتي جي دعيني باجاردم دعيني جي ده يعني جبو في تشتيجي مقام الفي يعني آد يكمين پرورده يكمين يعني الفي تاخي يعني وابو بناوي شهيد هوجر آمد ما خواست بب چقاس بب أرمانجك جبو شهيد هوجر آمد يعني مثلا ملت ببینه بچقاس ام دخوا يعني رغم هوا شهيد جي كت ام دخوازن هنا يعني جبو حمو شهيدان بكن ام كد بكن جبر كد وامك هوا پربو يعني أرمان جوا پربو هدف هوا پربو ام جي دخوازن خوادي الفي تشتي در كهون يعني ما خواست ام في پرورده جي بناوي شهيد هوجر آمد وكن جبر هناك ذهنيات بيگوهرتن براستي جي اف پرورده جن ومير جي بابو يعني ما جو ام هناكي ذهنيات آوا يعني بگهرن يعني بري چاوا بون مثلا بنار پشتی پروردی و چاوا ببن يعني و گوهرتنك چه ببه راستي يعني دما ام بين شهيد يعني حامد دساكنه اللي ام دبينن يعني انجام جيتيد هي مثلا بيجن ما فكرج بو مثلا جن خواناز بك زلام جي خواناز بك مثلا جن خوزاي خواناز بك مثلا جريداي خوزاي خوب مثلا جن خوزاي هاتي بخو يعني چاوا بري چاوا بو انا چاوا بو براستي جي يعني انا هناك جن هنا جريداي خوزاينه لي هناك جواجي نا مثلا دبينا في عمليات التجميل وان در جيش حميد در كتنم يعني هم دخوازن ديسا وگرن خوزايا خو يعني بري نه درمان هبو نه تشتك هبو هم دبين حميجن يعني عشبهن مثلا بيجنانا مثلا عشبا بابو نجب زعترا بري باف تشتبن يعني حمي بكار بينن يعني باشتر به و ام سركفتنيش حميها والار دخوازن